السلام عليكم. الناس اللي مش عارفه القناه بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن مساعده المحتاجين على قد ما بقدر. ممكن الناس تفكر او انتوا تفكروا ان النهارده اليوم بسيط، دي اول حاله هتتساعد النهارده، بس ليها قصه كده معايا ان انا عندي مشاكل دايما في حياتي وخصوصا مع الحالات. بصوا، الحاله دي انا هقول لكم باختصار. الحاله دي الشاب ده عنده 41 سنه، عنده مشاكل في القلب، عملنا له عمليه على نفقه الدوله بحوالي 20,400، وبعد كده العمليه فشلت، عملنا له عمليه تانية برضو على نفقه الدوله ب 24,000 جنيه. علشان نعمل له العمليه تاني فكان لازم كان عليه اللي هي بتاع حاجات الرخصه ومش عارفه ايه عشان اعمل له العمليه على نفقه الدوله، فكلفتني حوالي 7,000 جنيه. طبعا ده بفضل الله وكرمه ثم الناس جزاهم الله خير. المهم الشاب ده انا بحترمه جدا، واي حاجه انا ايدي في ايده بصراحه ومش هسيبه ان شاء الله لحد ما ربنا يعفي عنه. فالمهم العمليه بتاعته عملناها لتاني مره وفشلت، دعامه وقسطره ومش عارفه ايه وحاجات كتير قوي. اتحدد له تاني ميعاد الشهر الجاي ان هو يعمل عمليه قلب مفتوح، يا في اسكندريه يا في القاهره، لسه مش عارفين الشهر الجاي. فمن كام يوم لقيت مراته بتصوت والكلام دوت، وقابلتها صدفه والله، وجوزها عنده جلطات وجسمه ازرق وبقه ازرق وتعبان جدا. الشاب ده المفروض ان الدكتور قال له رجلك ما تنزلش على الارض لو انت رايح الحمام. بصوا بقى الاحترام الرجوله، قال له رجلك ما تنزلش على الارض لو انت رايح الحمام. الشاب ده يعمل ايه عشان خاطر يعيش؟ نزل اشتغل عند اخواته في المحلات، سمكري تقريبا، حداد حاجه كده، يعمل شاي، يكنس المحل، يجيب لهم طلب، تعبان جدا. يعني انا لما بقابل الشاب ده وانا واقفه جنبه او انا بعمل له اجراءات، صوت قلبه وجعه طالع كده مش قادر يمشي، بس راجل يحترم، راجل يحترم، وهو بيمشي خطوه انا همشي له 10. تمام. الحالات التانيه بقى، انا رحت لحاله قايل لكم الفرق بقى ما بين الشاب ده وما بين شاب تاني. رحت الحاله واقعه من على رخامه، ففخدها اتكسر وطلع بره العظم وحوض الميه وحاجات مشاكل كتير قوي. فرحت للحاله دي، فضلنا بفضل الله وكرمه معاها لحد ما خلصنا لها العلاج الطبيعي والعمليات وتمام قوي. فكل ما اروح جوزها قاعد، انت بتشتغلش ليه؟ انا بقى انت بتشتغلش ليه؟ في شغل؟ يعني ايه ما فيش شغل؟ لما ما عندي ما اشتغل ايه يا مدام؟ انا بروح اعمل اي حاجه ويطلع لي كذا. قلت له طب ما تروح، ما انت كل يوم اسعى، ما تفضلش كل يوم تسال الله بمد الايد، لا اسال الله بالهمه والعزيمه والشغل. ففضلت انا طبعا مش راضيه عن الوضع ده، ففضلت اساعد لحد ما الست تقوم من ازمتها. بعد ما الست قامت من ازمتها شلت ايدي عشان هو مش راجل. انا ما يهمنيش ان انت تبقى قاعد في البيت لا انا مش هعمل كده. اللي بيمشي خطوه بمشي له خطوه. اشتغل. مين بيقول ما فيش شغل؟ لا في شغل وشغل يا جماعه، ونقدر كلنا نشتغل اي حاجه، ستات ورجاله. دي مشاكلي مع الحالات. رحت الحاله تانية اقسم بالله، هي مركبه كانولا في ايديها الاتنين ومغمى عليها، وبنتها مركبه كانولا في رقبتها ومغمى عليها، والراجل قاعد بيشرب قهوه وسجاير. قلت له انت ما بتشتغلش ليه؟ برضه نفس الكلام. قال لي مفيش شغل يا مدام، واشتغل ايه؟ ما انتوش حاسين، ما انتوش عاملين. لا ازاي احنا مش حاسين مش عاملين ازاي؟ الشغل موجود في كل مكان. ما عندكش شغل؟ عندي جردل وعندي مساحه وعندي مكنسه، هروح اعمال اسكندريه كلها اسيقها، هروح اخدم في البحور. ده احنا في مصيف، كنا في مصيف وقتها. لو انا مش محدش يقول لي كرامتي وكبريائي، الشغل ما فيهوش كرامه، ده انت راجل. اي واحد انت ما تبقاش ذكر هيئه، لا انت راجل وعندك اسره، واي حد مسؤول من بيت، لا راعي بيتك واحنا معاك. اي حد. محمد ده صعب جدا وتعبان وايدينا في ايديه. العلاج بتاعه عامل 710، العلاج بتاع محمد عامل 710، والاكل عامل حوالي 700 جنيه، وعلى طول ايديا في ايديهم علشان الراجل مريض وراجل. واي حد هساعد لحد ما الازمه تخلص وهشيل ايدي، لان ليس للانسان الا ما سعى. طول ما اللي قدامي ما بيسعاش عمري ما هسعى له. دي امانه وهوصلها للي يستحقها. جزاكم الله خير.